أهلا بكم من جديد متابعينا. ب4 أهداف مقابل هدفين ينتصر الهلال في هذه المباراة. سريعا إلى الفلاش انترفيو. ياسر القحطاني، مبروك، مباراة ممتعة لمن شاهد كلاسيكو وينتظر أهداف. بالتأكيد 6 أهداف كانت موجودة. ما الذي أعطى الهلال التفوق فنيا في أرضية الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا أعتقد أن صحيح المباراة فيها أهداف كثيرة وكان فيها يعني ندية وإثارة، لكن أعتقد أن المستوى كان متوسط شيئا ما. ولكن في النهاية احنا بالنسبة لنا كان يهمنا تعزيز ملاحقتنا للفتح وبقانا في المركز الثاني. مباراة مهمة تعطينا الثقة قبل أو تعطي جماهيرنا الثقة أيضا قبل المشاركة الآسيوية إن شاء الله. بعد تسجيلك للهدف قلت أن الكرة تلعب بالعقل، هكذا فهمت. من يجب أن يفهم أن الكرة تلعب بالعقل؟ أنا أعتقد الموضوع سهل وواضح، يعني الكرة كانت بعقل يعني. من اللي تبغى يفهم هذا الشيء؟ الكل يعني الكل عارف، يعني أنا قاعد أعلم أحد، أنا قاعد أبين اللعبة هذه يعني كانت في العقل. أثناء التغيير كان في بينك وبين نايف احتكاك، بعد نهاية المباراة شفتكم تسلمون على بعض. لا هذه أمور عادية تصير، يمكن نايف كان مستعجل على التغيير انهم يبغون يلحقون وانا كنت نفس الشيء متباطئ، فكان في شد، امر طبيعي. بس زي ما شفت بعد المباراة نايف اخوي اصغر مني واتمنى له ان شاء الله التوفيق، واحنا كلنا اخوان يعني في النهاية. سلامات، في ثلج معك في الفخر. ألم بسيط ونشخص ان شاء الله الامور طيبة ان شاء الله. شكرا لياسر.